ليه انا نقول الشيء اللي نحكوا فيه نسطحوه ياسر اذا كانت تناولوه ربما من الزاويه هذه. ايوه. الفتاة هذه الممثلة الشابة هذه لو انه نرجع شوية سنوات والتالي وطلعت هي شكان ينجم يكون كيفاش كانت نجم تكون المهاجمة نتاعها بإشاعة زواج بقصة حب هذه الإشاعات عادة اللي تلاحق الفنانات وخاصة الفنانات الجميلات. لكن نحن اليوم أمام حرب جديدة. ما معنى حرب جديد؟ نحن اليوم أمام ثقافة جديدة. هذه الفتاة تعاقب لأنها قامت بدور جريء يتطلبوا الدور نتاعها في شريط الدواحة، وانا نشكرها على الشجاعة نتاعها. يعني ديما نقول تنجم تكون فنانة او ممثلة تمثل بحوايجها الكل وهي ممثلة رديئة تظهر لك عريانة، وتنجم ممثلة عارية تماما وتقوم بالدور كما ينبغي ويبدا موظف تظهر لك لابسة بشها الكل. الفتاة هذه تتوفر على المواصفات نتاع الفريسة سهلة الاختراق، صغيرة شبابة تحلم بالدنيا وقامت بأدوار شجاعة. فاليوم ثم ثقافة قوية، ثقافة رجعية، ثقافة تذكرنا بتلك التي اجتاحت مصر وأدت إلى ما أدت إليه اليوم من فراغ تام من المواهب الشابة اللي خليهم يستعانوا بالبنات نتاعنا. فأنا نقولها لابد أنك تصمد، لأنها ما هيش وحدها، هي مشترى فقط من ثقافة رجعية، ثقافة ظلمية تحاول أنها تمنع كل وجه جديد من دخول مجال التمثيل، لأن بصراحة وبكل أسف ماشيين في طريق كل ما هو تحريم لكل ما هو نشاط فني. وانا اعتقادي انه البدايه كانت بريم البنا، ونتذكروا انه اذا كان يوصل الدعاء عليها انها الكرسي هذاك ان شاء الله تقعد عليه، ان شاء الله هذا ما يصيرش، ان شاء الله تقعد عليه الكرسي هذا. العقليات المتحجره، العقليات اللي تحب تسكر علينا الشباب، العقليات اللي تحب ترجعنا الى قرون الظلام. انا نقول الطفله هذه برافو، اخدم على روحك، وراو المعركه معركه كبيره تنتظر في الناس الكل، في المبدعين الكل، في المتنورين الكل، في التحديثيين الكل قدام الخفافيش الظلام اللي قاعده تهجم علينا وقاعده تحب تحرمنا من كل شيء جميل.